انت بتروح المعمل تشتغل وفجأة كده يحصل لك حادثة في المعمل او تتعرض لمواد كيميائية تعمل لك حروق او تتعور بالازاز او ممكن تتعرض لصدمة كهربائية نتيجة ان انت اتعاملت مع كهرباء. طيب احنا محتاجين كل ده نسيطر عليه ومحتاج وقفة عشان ما يتكررش تاني. فبالتالي انت محتاج تتعلم حاجة اسمها سيفتي، ودي بقى موضوع حلقة النهاردة: قواعد السلامة والصحة المهنية. اهلا بكم في قناة تحليلك كان ايه. لو انت مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب. في قواعد عامة علشان تحافظ على سلامتك في المعمل، لأن مش معنى إن أنت نازل تشتغل إن أنت تخاطر بنفسك. وأول قاعدة إن يكون المعمل متوفر فيه مية جارية، اللي هي مية حنفية، تكون في منها سخن وفي منها بارد، مع وجود صابون ومنظفات. تاني حاجة إن يكون المعمل فيه تويلت خاص بالعاملين في المعمل، منفصل عن التويلت بتاع المريض، ويكون نظيف ومعقم باستمرار. تالت حاجة في المعمل يكون فيه صندوق إسعافات أولية، ويكون محطوط في مكان آمن بيسهل الوصول له. كمان في حاجة إن لازم كل اللي شغالين في المعمل ياخدوا التطعيمات اللازمة واللقاحات علشان نتجنب العدوى أو الإصابة بأي نوع من العدوى. كمان كل عامل أو موظف في المعمل يكون عنده الوعي الكامل بكمية المخاطر اللي ممكن يتعرض لها في المعمل، وإزاي يعرف يتعامل معاها. إيه هي أساسيات السيفتي في المعمل؟ أول حاجة إن أنت كل الأجهزة قبل ما تشتغل عليها بيتم تنظيفها بطريقة آمنة وباستخدام المطهرات بطريقة صحيحة. تاني حاجة إن في قاعدة عامة كده إن المكان اللي بتستقبل فيه العينات أو بتسحب فيه العينات يكون منفصل عن المكان اللي بتشتغل فيه. ودي طبعا مطبقة في كل مكان أو في كل معمل في مصر، إن في غرفة سحب وفي غرفة معمل. كل عينة لازم يكون عليها ليبل، اللي هو لزقة بتتلزق على التيوب أو على العلبة، والليبل ده بيكون عليه وقت استلام العينة ورقم العينة وتاريخ واسم المريض. كل من العاملين في المعمل سواء في وحدة المعمل أو خارج الوحدة، كلهم اللي هم مثلا ريسبشن أو شغالين في الحسابات، متعرضين لنقل العدوى من المريض، سواء هم اتعاملوا معاه بطريقة مباشرة أو اتعاملوا مع العينة بتاعته. فاحنا علشان نقلل الخطر ده بندي تطعيمات، أو الشخص ده بيروح ياخد تطعيمات ولقاحات لازمة عشان تحميه من أي عدوى. لبس الجلافز قبل أي تعامل مع العينات أو السوائل اللي بتكون خاصة بالمريض، زي الدم أو باقي سوائل الجسم في العموم، دي حاجة مهمة جدا. وطبعا قبل ما تمشي من المعمل خلاص انت مجهز وفاضلك خطوة وتطلع من المعمل. الخطوة دي تروح تغسل ايدك بالمية والصابون وبالمطهر. ايه هي انواع المخاطر اللي بتتعرض لها في المعمل؟ اول حاجة physical hazards، ودي اللي بتشمل الاجهزة الكهربائية او اي حاجة فيها مصدر كهرباء، والمواد الازاز اللي هي التست تيوب او الادوات الازاز اللي احنا بنتعامل معاهم في المعمل. تاني حاجة الكيميكال هازardز، ودي اللي بتشمل المواد الكيميائية زي الأحماض والقلويات أو المواد القابلة للاشتعال، وكمان في منهم مواد ممكن تسبب كانسر. وطبعا المواد مش بتجيلك صافية، هي بتكون متداخلة في تصنيع الكيتس أو الريجنت اللي انت كل يوم بتتعامل معاهم في المعمل. تالت حاجة وهي البيولوجيكال هازardز، ودي بتشمل عينات المريض والسوائل بتاعته زي الدم أو البول أو الصديد أو البلغم، دي كلها بتكون وارد إن انت يحصل لك منها عدوى. فعلى سبيل المثال في الفيزيكال هنا انت ممكن يحصل لك صدمة كهربائية أو صعقة كهربائية. وعلى سبيل المثال في الكيميكال هنا انت ممكن يحصل لك حروق من المادة الكيميائية او يحصل لك تسمم. وعلى سبيل المثال في البيولوجيكال انت هنا بتتصاب بالعدوى بالبكتيريا او الفيروس. الفيزيكال هازارds اول حاجة فيها الكهرباء،
علشان تتجنب إن يحصل لك زي الشخص ده أو صدمة كهربائية، فأنت محتاج تطبق شوية شروط. أول حاجة إن أي جهاز كهربائي في المعمل مهم تتعامل معاه بتعليمات المصنع. لو في جهاز كهرباء محتاج يتغير له حاجة، أو زي مثلا الميكروسكوب محتاجين إن احنا نغير اللمبات بتاعته، فأنت محتاج تفصل الكهرباء عن الجهاز الأول وبعد كده تغير له الحاجات بتاعته. تاني حاجة الفيش الكهربائية محتاجة تكون في شكلها، يعني مفيش فيشة سايحة وتكون متسابة، أو يكون في سلك مكشوف كل الناس بتعرف تتعامل معاه أو سهل إن هي تتعامل معاه، فده طبعا كل ده غلط. طب ازاي بتحصل حوادث في الجزء ده؟ أول حاجة إن انت بتتعامل مع أي جهاز كهربائي وإيدك مبلولة بالمية. تاني حاجة إن جهازك الكهربائي اتعرض لضغط عالي من الكهرباء، ودي ممكن تكون بتحصل في الفترة اللي احنا فيها، إن احنا بيتقطع عندنا الكهرباء بشكل يومي، فأول ما الكهرباء بترجع بتكون في أعلى ضغط لها، فممكن جهازك يحصل له يتحرق أو ممكن يحصل بوظان للجهاز ده. كمان انت بتسيب الأجهزة الكهربائية شغالة في الوقت اللي مش بتشتغل فيه، وده طبعا غلط لبعض الأجهزة الكهربائية. قواعد السيفتي مع أجهزة المعمل. أول جهاز وهو جهاز السنترفيوج، باعتبار إن ده جهاز متوصل بالكهرباء لكن هو بيتحرك وهو بيشتغل، فده لازم يتعامل معاملة خاصة. أول حاجة إن أنت تقفل الغطا كويس قبل ما تشغل الجهاز. تاني حاجة إن أنت مش بتفتح الغطا بعد ما الجهاز يخلص غير لما تتأكد إن الجهاز أصلا الدورة بتاعته اكتملت أو وقف شغل خالص، بعد كده بتفتح الغطا وتاخد العينات. تاني جهاز وهو التلاجة، والمقصود بالتلاجة هنا إن هي مكان لتخزين المواد الكيميائية سواء رياجنت أو كيتس، بمعنى إن مش كل مادة كيميائية أنت ينفع تحطها في التلاجة، وإن أنت لازم تشوف قواعد التخزين بتاعة المواد دي قبل ما تدخلها التلاجة أو تتصرف من دماغك. فعلى سبيل المثال عندنا مواد قابلة للاشتعال، دي ما ينفعش خالص تدخل التلاجة لأن هي ممكن تاخد رطوبة، فبالتالي يحصل فيها انفجار أو تعمل فرقعة، وده كده هيسبب لك حريق في المعمل. تتصرف ازاي في حالة حدوث حريقة في المعمل؟ لازم تعرف ان اللي بيسبب حريق في المعمل كذا حاجة، منهم الكهرباء او النار اللي هو الفليم اللي احنا بنسخن عليه شغلنا، او مواد كيميائية قابلة للاشتعال انت تعاملت معاها بطريقة غلط. فلازم كل العاملين يكونوا عارفين ان في طريق مخرج للطوارئ، والطريق ده بيكون بعيد عن المخرج الأساسي بتاع المعمل. بس ده تحديدا ما بيكونش في المعامل الصغيرة، ده بيكون منتشر في المستشفيات أكتر، إن بيكون في مخرج للطوارئ خاص بحدوث الحوادث والحرائق والحاجات دي كلها، والمفروض كل العاملين يعرفوا طريق المخرج ده أول ما يحصل حريق. كل الناس اللي شغالة في المعمل مهم تعرف مكان طفايات الحريق وإزاي بنستخدمها علشان لو حصل حريق يعرفوا يستخدموها. لو حصلت حريقة صغيرة انت بتقدر تطفيها باستخدام المية أو الرمل، ده ممكن يطفيهم عادي. لكن الحريق اللي بيحصل بسبب الكهرباء أو بسبب مواد عضوية زي الكحول أو البنزين، ممنوع هنا استخدام المية. ولكن انت عشان تطفي الحريق ده محتاج حاجة اسمها طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون. الحرايق اللي بتحصل بسبب ورق، يعني في ورق اتحرق فكبر النار في المعمل أو خشبة أو قماش، دي اللي بتقدر تطفيها بالمية. آخر حاجة لو حصلت حريقة كبيرة، وطبعا انت هنا مش هتقعد تعمل كل المعلومات دي، فبالتالي انت بتهرب وبتكلم المطافي تيجي هي تتصرف. الكيميكال هازارد والمقصود بيها المواد الكيميائية اللي في المعمل، أي مادة كيميائية منهم عبارة عن سموم لأي واحد بيستخدمها، خصوصا لو هي وقعت على الجلد عندك أو دخلت في عينك، فممكن تسبب تلف للأنسجة أو للجسم أو للعضو، أو ممكن تسبب كانسر أو ممكن تسبب حروق للجلد.
وعندي أنواع كتير من المواد دي، ولكن من أشهر الأنواع هي المواد القابلة للاشتعال. يعني إيه؟ يعني دي مواد لو اتعرضت للنار، يعني أنت مثلا أخدت المادة دي سخنتها، أو كانت في درجة حرارة عالية كانت قريبة من مصدر للنار، فده هيحصل انفجار أو فرقعة أو حريق. ومن ضمن المواد دي الإيزر والزايلين والتولوين والميثانول والإيثانول والجليشيال أسيتيك أسيد والأسيتيك أسيد والأسيتون والأسيتيك أنهيدريد ورومانو ويسكايستين اللي احنا بنستخدمها في صبغات فيلم الدم، والأسيد الكحول. تاني نوع مواد وهو مواد سامة أو ضارة، دي انت بتتعرض لها بالشم، فممكن تشمها وانت بتشتغل عادي وتفتكر ان الحركة دي عادية أو مش هيحصل لك بيها أي حاجة، أو ممكن يحصل منها رذاذات تنزل على الأكل بتاعك وانت مش اخد بالك. عشان كده بنقول ان احنا ما ينفعش ناكل في وحدة المعمل. او ممكن الرذاذات من المواد دي تنزل على الجلد عندك، او ممكن الرذاذات بتاعتها تدخل في عينك. ومن ضمن المواد دي عندي بوتاسيوم سيانايد وصوديوم ازايد وصوديوم نيتروبريوسيد وفورمالديهيد وكلوروفورم كلورايد وميثانول وايودين اللي احنا طبعا بنستخدمه في الصبغات، والسلفوريك اسيد. ايه هي الاحتياطات اللازمة هنا للتعامل مع المواد دي؟ الاحتياطات كلها بتتمثل في طريقة التخزين. يعني المواد القابلة للاشتعال انت بتخزنها في مستوى ارضي، يعني انت بتشوف اي بنش ارضي كده وبتحط المواد دي فيها العلب بتاعتها، عشان تكون بعيدة عن ان هي ممكن تقع لو كانت في رف عالي. وكمان ممكن تحطهم في كونتينر محاط بورق فويل، وهنا انت ممكن تاخد جزء صغير من المادة دي تحطه في علبة صغيرة وتحطه على البنش بتاع المعمل للاستخدام اليومي، مع اعتبار ان انت بتبعدها مسافة كبيرة عن اي مصدر للنار او فليم او لدرجات الحرارة العالية. يعني مثلا ما تحطش المواد دي جنب فرن شغال، او ما تحطهمش جنب فليم شغال. انت بتبعد عن الاماكن دي كلها. تاني حاجة المواد السامة أو الضارة دي بتتخزن في ستوك مغلق، ولما بتيجي تستخدمها أو تتعامل معاهم أنت بتلبس جلافز. الاحتياطات عبارة عن ان انت شرط اساسي في المعمل تكون لابس جلوفز عشان تتجنب ان اي مادة تنزل على الجلد عندك. كمان انت بتلبس كمامة عشان تتجنب تشم اي مادة منهم. كمان انت بتلبس نظارة معمل علشان تتجنب ان اي مادة ممكن تدخل في عينك او يحصل رذاذات لعينك. فانت طبعا مش اي مادة كيميائية بتكون عارف هل دي مادة سامة ولا مادة قابلة للاشتعال ولا مادة بتسبب كانسر. لذلك ان اي مادة كيميائية انت بتتعامل معاها مهم تكون لابس جلافز وكمامة ونظارات معمل. لو وقعت عليك أي مادة كيميائية أنت بتغسل على طول المكان اللي اتصاب بالمادة دي بالمية بتاعة الحنفية لمدة 5 دقايق قبل ما تستخدم صابون. وبعد كده كمان لو المادة دي وقعت على البنش فاحنا بنتعامل مع البنش كأن احنا نفسنا اللي المادة وقعت علينا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا البنش هيتغسل برضو بالمية الكافية، وبعد كده هتطبق صابون. biological hazard، ودي مقصود بيها هنا ان انت بتتعرض للتلوث بعينة من المريض، سواء كانت عينة دم او سوائل الجسم، سبول، براز، اي حاجة فيها طالعة من جسم الانسان. انت طبعا ما بتكونش عارف المادة دي او العينة اللي طالعة منه دي فيها فيروس ولا فطريات ولا بويضات لطفيليات ولا بكتيريا ولا اي حاجة من دي. انت بتشتغل على قد التست المطلوب منك، فانت مطالب منك ان انت تطبق القواعد اللازمة اللي احنا نتكلم عنها دي مع اي عينة طالعة من المريض. ازاي تتعامل في حالة التلوث؟ اول حاجة، لو في مكان في جسمك ايدك مثلا وقع عليها العينة بتاعة المريض، عينة دم مثلا، فانت الجزء ده بتنضفه بالمية كويس وبعد كده بتطهره بالمطهر المتوفر في المعمل.
طيب لو حصل ولا قدر الله، ممكن تكون حصلت ان شخص بلع مادة ملوثة بالغلط، يعني ممكن يكون اكل ملوث بدم، او سوري ملوث باليورين، او ملوث باي حاجة من سوائل المريض. فانت هنا بتجبر نفسك ان انت تتقيأ. في حاجة مهمة ان احنا ممكن واحنا بنسحب عينة دم للمريض نتشك من السرنجة لواحد مصاب بفيروس بي. وعايزة اقولك هنا ان نسبة حدوث إصابة ليك انت كمان بفيروس بي لواحد كان عنده فيروس بي وانت اتشكيت بالسرنجة بتاعته هي 30%. اما لو كان المريض مصاب بفيروس سي وانت اتشكيت بالسرنجة بتاعته، فنسبة حدوث العدوى ليك هي من 2 ل10%. اما لو كان متصاب ب HIV وانت اتشكيت بالسرنجة بتاعته الملوثة بالدم، فنسبة حدوث العدوى ليك 3/10%. فده نسب صغيرة، فبالتالي تخليك ما تخافش ان انت مثلا اتشكيت فخلاص تحس ان هي النهاية وان انت هتتصاب بالفيروس ده او بالعدوى دي. عشان تتجنب حدوث اي تلوث بعينات المريض، لان انت ما بتكونش عارف العينة فيها ايه، فانت شرط اساسي ان انت بتلبس جلافز طول ما انت بتتعامل مع العينات دي. كمان حاجة مهمة، لو انت مثلا لابس جلافز والجلافز ده اتكب عليه دم او يورين او اسبيوتم او اي حاجة تخص المريض، انت بتغسل الجلافز وبترميه وبتغسل ايدك بمطهر وبعد كده بتلبس جلافز تاني. يعني هنا انت مش بتستسهل وتروح تغسل الجلافز وانت لسه لابسه على ايدك وخلاص كده تكمل شغل. اخر حاجة ان انت ممنوع طول ما انت لابس جلوفز وبتتعامل داخل المعمل الجلوفز ده يلمس الانف او العين او الفم عندك، لحد ما تقلعه وتغسل ايدك بمطهر والصابون وبعد كده تبدأ تتعامل عادي. وبكده تكون الحلقة بتاعتنا انتهت. ولو انت مش متابعنا على الفيسبوك هتلاقينا باسم يور ميديكال تيست، وعلى انستجرام باسم يور ميديكال تيست، واحنا طبعا هنا على اليوتيوب.